اهلا بيكم حبايبي منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده البرجر البيتي. هنعمله بطريقه سهله جدا من غير مجهود خالص، وكمان بطريقه مضمونه في البيت بمكونات بسيطه. زي ما انتم شايفين كده معايا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، ولازم ما تكونش حمراء قوي، لازم يكون فيها نسبه دسم. يعني لو انت جايباها حمراء قوي لازم هتحطي حوالي 20% منها هتحطيه دهون. تمام. يعني لو هتعملي كيلو هتعملي حوالي 200 جرام او 25 جرام دهون. معايا بقى 5 معالق كبار بقسماط مطحون، معلقه كبيره ملح وبابريكا، ونص معلقه فلفل اسمر، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره بهارات مشكله او توابل مشكله، ومعلقه صغيره توم باودر. دي كل المكونات. تمام. يبقى المكونات كلها سهله خالص، موجوده تقريبا في كل بيت. ولو عندك بصل بودر حطي منه معلقه كبيره، انا ما كانش عندي لكن مش هتفرق قوي معايا لان انا هحط خلطه البرجر، فهي اوريدي فيها توابل كتيره ومن ضمنها البصل البودر. تمام. هحط باكو من خلطه البرجر دي، بتدي طعم ونكهه حلوه، فعشان كده انا التوابل اللي حطيتها عامله حساب ان انا هحط خلطه البرجر. فمش مزوده قوي في التوابل. طبعا خلطه البرجر زي ما انتم شايفين مكوناتها، والكاميرا موضحه المكونات زي ما انتم شايفين، في اغلبيتها طبعا مكونات كلها توابل، وتوم باودر وبصل باودر ومش عارفه ايه. المهم انا طبعا في التوابل اللي انا حطاها عامله حساب ان انا هحط الكيس ده. لو انت مش هتحطيه ومش متاح عندك يبقى زودي شويه في البهارات. تمام. احط طبعا المكونات دي كلها لا اما في الكبه او في المفرمه، لا اما هتحطيها في بوله وهتخلطي كله بايديكي، هتخلطيه كله كويس قوي. بس انا هحط اخر حاجه احطها، احط معلقتين زيت بيدوا لمعه للايه للبرجرايه، وبتبقى يعني لونها جميل كده. تمام. هاخد كل المكونات دي وهضربهم وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا ضربتها كويس قوي. هوريكم الملمس بتاعها عشان تبقى سهله في التشكيل وانتي بتشكليها. شايفين كلها مضروبة حلوة قوي، لدرجة ان هي بصوا فيها شعيرات او مفتلة. فانت لما هتعمليها تعجنيها بايديكي، هتعجنيها لحد ما توصلي للمرحلة دي. الموضوع مش صعب قوي، بايديكي سهل قوي، بس اهم حاجة تعجني كويس قوي عشان كل المكونات تتجانس وكلها تدخل في بعض وتلاقيها عاملة زي خيوط كده. يبقى كده تمام. بصوا لما شكلتها سهلة جدا ولا بتلزق ولا اي حاجة. بس طبعا انا هسيبها ترتاح ولو حتى 5 أو 10 دقايق عشان ضربها بالايد او بالمكنه، سواء بقى كبه او مكنه مفرمه لحمه. لازم اريحها برضو لان تبقى اللحمه سخنه، فلازم تهدى شويه عشان تديني نتيجه كويسه. انا ريحتها شويه صغيرين زي ما هي، وهنقلها في البوله وهبتدي ان انا ايه اشكلها معاكم واحده في واحده. هشكلها بشكل بسيط من غير مكبس بتاع البرجر. ماشي. هجيب كيس سندوتشات قسمته كده نصين وهبتدي افتحه. اوكي. وهبتدي ايه استخدم القطعه دي كده، ومعايا غطا برطمان عادي، اي غطا باي حجم، كبير صغير اللي انت عاوزاه. تمام. وهحط كده طرف الكيس. ممكن تقسمي الكيس ده نصين او تعملي زي ما انا هعمل كده، طرف الكيس وتقومي واخده كوره وتقومي منزلاها كده في قلب الغطا اللي محطوط عليه الكيس عشان تقدري تطلعيها بسهوله من غير بقى ولا ادهن زيت في الكيس ولا اي حاجه. واحط طبقه الكيس التانية واقوم بقى ايه مسويه كده اللحمه. هتلاقي بسهوله قوي الكيسين فوق بعض، هتلاقيهم بسهوله قوي يتساوى اللحمه في الغطا. لو ما عندكيش اكياس ممكن تستخدمي ورق الزبدة. تمام كده. شايفين كده اتعمل بكل سهولة. هبتدي بقى اجيب اطباق فوم عشان احط فيه، لان طبعا الكمية دي كلها انا مش هعملها النهاردة. وكمان هحاول ان انا اعمله تاني يوم عشان تشوفوه بعد ما اتجمد بيطلع بكل سهولة ازاي. بصوا انا كده سويت الدنيا. ببتدي ان انا بقى اشيل كده من الغطا، وهتلاقيني بصوا شايلة كده القطع بتاعت البرجر بكل سهولة من الكيس.
اهو بكل سهوله. وابتدي اجيب بقى اهم حاجه الطبق الفوم اللي انت هتحطي فيه لازم يبقى اول حاجه تحطيها كيس، عشان لما اخر طبقه تاخدي القطعه بتاعه البرجر ما تبقاش لازقه في الطبق. فلازم نحط كيس في اول حاجه، وبين كل طبقه وطبقه لازم نحط برده كيس. لو ما فيش كيس هتحطي ورق الزبده، الاتنين واحد. هعمل واحد تاني قدامك اهو. طبعا الغطا زي ما قلت لك اي حجم، الغطا هو اللي بيحدد لك الحجم اللي انت عاوزاه. اوكي، انا مختاره غطا حجمه يعني يعتبر قريب من الحجم الطبيعي بتاع البرجر في القطر، وفي نفس الوقت انا يعني مختاراه رفيع. يعني شوفوا السمك بتاعه ليه، لان هو برضو مع السوى هتلاقوه كش شويه، فهتلاقوه تخنت عن كده. فانا ما كنتش حابه ان انا اتخن الشريحه. شفت بقى حطيت طبقه كيس تحت وعلى الوش، وهبتدي اكمل بقيه الطبقات. انا خلصت بقيه الطبقات، واخر واحده برضو قلت هوريها تاني للناس اللي عاوزه تاخد بالها كمان مره. اهو بساوي كده، وهحط الكيس على الكيس وايه، واساوي تاني بايديا، بتبقى الموضوع سلس جدا. والعجينه او اللحمه ما دام اتخلطت كويس هتلاقيها ولا بتلزق ولا اي حاجه، وهتلاقيها سلسه جدا وانت بتشكليها اي شكل بقى. ممكن تعمليها برجرات صغيره للميني ساندوتش. يعني انا بعمل نفس الخلطه دي في الاوردرات اللي بطلعها في شغل اعياد الميلاد والحفلات في الميني ساندوتش. لما ايه بقى بيطلب مني بعمل نفس الخلطه بتاعه البرجر، ما بجيبش اي مجمدات من بره، بعملها كلها بيتي. حتى لو طلب مني بانيه كفته بعمله برضو بيتي. شايفين ادي الكميه اللي اتعملت حوالي في كل طبق من الفوم اتعمل حوالي 8 قطع غير القطعه الزياده، يعني حوالي 17 قطعه من كيلو الا ربع لحمه مفرومه. وكفايه ان هو حاجات من البيت، وحاجات انت عاملاها بنفسك وعارفه مكوناتها. تمام. هحطه بقى، هغطيه بستريتش او ممكن تحطيه في كيس ومحكم الغلق يكون مقفول كويس قوي. انا القطعه دي الزياده لفتها كده في الكيس، وهحطها فوقيهم عشان برضو لما اجي اطلعها ما تلزقش. وهعمل بقى كده، هقفلهم بستريتش وهدخلهم على الفريزر. وهوريكم تاني يوم لما باجي يعني اعمله اسويه، هوريهولكم برضو عشان تشوفوه قد ايه هيبقى جوسي، وقد ايه هيبقى ريحته كمان جميله جدا وطعمه رائع. الخلطه دي لما تعملوها، شوف ما خدتش مننا وقت. طبعا ممكن تجيبي مثلا كمية وتعمليها مرة واحدة وتفرزيها، وطبعا تنفع في المدارس، تنفع في عزومة، تنفع عشوة خفيفة، غدا اللي انت حباه. تاني يوم زي ما انتم شايفين جبت الجريلا او طاسه تيفال وحطيتها تسخن، وجبت الطبق بقى قلت بس اوريهولكم بيتشال ازاي. بصوا بنمسك الكيس ونقوم فاصلين كده بكل سهوله البرجر اهو، بكل سهوله حتى لو بايديكي، وهتقومي واخداهم على الجريل لازم تسخن كويس قوي. ولو ما فيش عندك جريل ما فيش مشكلة، اعملي في طاسة تكون تيفال برضو ما بتلزقش، ومن غير ما ادهن زيت او احط اي نقطة زيت حطيت على طول البرجر. بس لازم الجريل تكون سخنة كويس قوي. واول ما بحط البرجر برصه كده وبضغط عليه وبسيبه يتشمع، ما بقدرش اقلبه خالص قبل دقيقتين 3. وطبعا اول ما بحط بقى البرجر لازم اهدي النار، اخليها نار متوسطه عشان يستوي براحته، او اقل من المتوسطه بحاجه بسيطه. تمام. لو ما عندكيش جريل او صينيه او طاسه تيفال، اعمليه في طاسه عاديه. بس طبعا في الوقت ده في الحاله دي هتحطي زيت، وهتحطي زيت مش كتير لان هو هيبتدي ينزل الدهون بتاعته. شايفين دي كانت اول واحده تقريبا ان انا حطيتها، فابتديت اقلب كده بالراحه. اللي هلاقيه سهل في التقليب يبقى خلاص هو اتشمع وبقى زي الفل. اهو دي لقيتها لسه ما اتحمرتش قوي او ما خدتش وش، ودي تمام. بصوا اهو بكل سهولة بيتقلب معايا ومتماسك وزي الفل. طبعا باخده من الفريزر وهو مجمد على الجريل اللي سخنة كويس جدا، ما ينفعش اسيبه يبرد او يفك خالص. انا كده قلبت اللي اخد دقيقتين او 3، خلاص كده تمام. هديله كمان دقيقتين 3 على الناحية التانية، وكده خلاص استوى بقى زي الفل. هقوم شايلاه على طول. شايفين هو نزل شوية دهون، فانا
كانش لازم ان انا احط اي نقطه زيت. تمام. اللي هشيل بقى هحط بداله. انا هعمل الطبق ده النهارده. جايبه بقى هنا هو كايزر، انا بصراحه جايباه جاهز. قلت عشان ما اطولش عليكم هبقى اعمل لكم طريقه الكايزر في فيديو تاني. فجبت الكايزر فتحته وحطيته في قلب الجريل، برضو الجريل لسه مشغله البوتاجاز عليها عشان تاخد تحميصه كده وتبقى زي البره مقرمشه كده واخده من طعم البرجر. تمام. بقسمه نصين زي ما انتم شايفين كده، بحط الوش والظهر وبحطهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اوكي. هخلص بقى الكمية كلها ونشوف النتيجة في الاخر وندوق مع بعض. زي ما انتم شايفين ادي البرجر بعد ما عملتهم، وادي الكايزر بعد ما اتحمص. تمام. ومعايا شرايح طماطم. بصراحة أنا ما كانش عندي ولا كابوتشا ولا خس، فقلت بقى هنستخدم الموجود. ومعايا كده شوية مستردة وشوية كاتشب. ولو عندك مايونيز كمان بتضيفي نفس كمية الكاتشب، هي مايونيز، وتحطي بقى نصهم كده المستردة، بيبقى صوص جميل جدا. لكن أنا ما كانش عندي مايونيز فعملت كده بالمستردة والكاتشب وقلبت كده، وده اللي انا هدهن بيه الايه السندوتشات معايا. هاخد كده الشريحتين بتوع، بصوا شكلهم حلوين ازاي ومحمصين، وعاوزه اقول لكم ريحتهم جميله جدا. هدهن كده بالمعلقه شويه، وبعد كده هحط لا نحط الاول الطماطم. لو انا عندي كابوتشا او خس هحط شريحه الكابوتشا او الخس الاول، وبعد كده هضيف البرجر، وبعد كده احط بقيه المكونات. انا طبعا حطيت طماطم تحت وطماطم فوق، وهبتدي برضو الغطا او الوش بتاع الكايزر هدهنه واقوم قافله عليه. زي ما انتم شايفين كده باقل مكونات عندك في البيت ممكن تعملي، واحسن مليون بره من المطاعم ومن المجمدات بره. هعمل واحد تاني معاكم. عاوزه اقول لك الكفته والبرجر من الحاجات المصنعة اللي سهل قوي قوي يتضاف لها اي حاجة وما تبانش. فيعني بليز خليكوا في الحاجات البيتي، لان الحاجات دي سهل قوي تتغش بره وما تعرفيش ايه المكونات المحطوطة جوه. فانتي ممكن تعملي حتى لو نفس التكلفة هتعمليها في البيت هتبقى انضف واضمن. واعتقد مش هتبقى نفس التكلفة، كفاية بس ان انتي عاملة حاجة صحية يعني. ف يعني مش مهم تكون التكلفة عالية شوية او حاجة، بس ضامنة الحاجة اللي انت عاملاها. انا عملت كده سندوتشين، هكمل انا الباقي عشان ما اطولش عليكم، بس عاوزين ندوق مع بعض واوريكم البرجر قد ايه جميل وقد ايه هاشش. وسر ان هو هاشش وهيبقى جوسي دلوقتي هتشوفوه مع بعض، معلقه البيكنج باودر الصغيره اللي احنا حاطينها. تمام. ممكن تزودي من البقسماط المطحون، بس ما تزوديش قوي عشان ما تبقاش البرجرايه مكتومه. بص هوريكم بقى دلوقتي بالشوكه من غير سكينه ومن غير مجهود بكل سهوله. شايفين ده دليل ان هو طري وجوسي وجميل من جوه جدا. انا طبعا عملت السندوتشين، هكمل قلت لكم الكميه الباقيه بقى عشان ما اعطلكوش. بصوا شايفين من جوه شكله عامل ازاي، بصوا طري جدا جدا. والسندوتش حلو قوي، بصوا خطير. طبعا ممكن تحطي بقى خيار مخلل، تحطي اللي انت عاوزاه. طعمه عاوزه اقول لكم روعه. هم عجبهم في البيت جدا، قالوا لي طعم البرجر خطير جدا جدا. كفايه ان احنا عاملينه في البيت، وكفايه ان انت عارفه ايه المكونات اللي انت حطاها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة، وما تنسوش اللايك والشير، وإلى اللقاء في وصفات جديدة.